السلام عليكم، ان شاء الله ده هيكون ليسن 3 و4 من يونت 4. يلا بينا نبص على الكلمات الاول. يلا بينا. لو انت عندك حيوان صغنن او حيوان اليف في البيت، اولا الحيوان ده اسمه بات دي الحيوانات اللي انت بتعرف تربيها في البيت زي القطه والكلب والكلام ده كله. لو انا بقى بقول لك خلي بالك من الحيوان ده او اعتني بيه، بقول عليه كده look after. عايز اقول عالمنا او المكان اللي احنا بنعيش فيه ده بنقول عليه كده our world. يرمي القمامة خدناها قبل كده، اسمها drop letter. ايوه letter. ممكن نلم الازاز البلاستيك كلها ونعمل حاجه اسمها اعاده تدوير. يعني ايه اعاده تدوير؟ يعني كل الازاز اللي احنا شربنا فيها ميه ورميناها ممكن نلمها تاني ونروح نستخدمها او نصنع بيها حاجه تانية. ده بالانجلش بنقول عليه recycling. دي اسمها عمليه اعاده تدوير. طب لو انا بقى عايز اعيد تدوير البلاستيك بس، فبقول كده recycle plastic. طب انا عايز اعيد تدوير الازاز، فقول كده recycle glass وهكذا. يزرع اشجار يعني plant trees. لو عايز اقول نحافظ على المياه اسمها save water. بس جدع water. بس هما دول الست كلمات اللي موجودين في الليسن ده. هندخل بقى على read and learn. تعال نشوف السنتنسز الموجوده بتقول ايه. يلا بينا. بيديني الصوره دي بيقول we look after our world. احنا بنعتني او بنخلي بالنا من العالم او المكان اللي احنا عايشين فيه. we look after our world. طب لو انا شلت our world وخليتها مثلا our home، يبقى احنا بنخلي بالنا من البيت بتاعنا. our dog بنخلي بالنا من الكلب بتاعنا. our cat من القطه بتاعتنا وهكذا. look after our world. طب بتعمل كده ازاي؟ بيقول we don't drop litter. يعني احنا مش بنرمي الزباله في الشارع. we don't drop litter. تاني we don't drop litter. وايه كمان؟ we recycle plastic. وكمان بنعيد تدوير البلاستيك عشان نقدر نستخدمه في حاجات تانية. we recycle plastic. وايه كمان بتعمله عشان to look after your world؟ اما قال لي ايه بقى؟ بص we plant trees. بنزرع اشجار كتير، لان طبعا الاشجار ليها مزايا كتير جدا، غير انها تدينا الاكسجين وبتاخد مننا ثاني اكسيد الكربون اللي احنا بنتنفسه ده بنطلعه وتدينا الاكسجين عشان نتنفسه. بتخلي طبعا البلد بتاعتنا شكلها جميل واللون الاخضر بيبقى شكله حلو فيها. فكل ده بيخلينا نساعد ان احنا نحافظ على البلد بتاعتنا او نلوك افتر اور وورلد. قال لي ايه كمان؟ we save water. يعني احنا بنعمل 4 حاجات عشان نعمل ايه؟ نلوك افتر اور وورلد. ايه هي؟ يلا معايا. don't drop litter، ما نرميش القمامة. we recycle plastic، بنعيد تدوير البلاستيك. we plant trees، بنزرع الاشجار. we save water، بنحافظ على المية. بس كده. فانا قلت لك how do you look after your world؟ ازاي بتعتني بالبيئة بتاعتك او بالعالم اللي انت بتعيش فيه؟ تقدر تجاوب عليا بالاربع حاجات دول او بحاجتين او بثلاثة او بحاجة واحدة بس. قول لي مثلا I don't drop litter، I save water، I plant trees، I recycle plastic. بس كده. كده تكون خلصت lesson 3. تعمل هوم ورك والاكسرسايز وتعالى اوريك بقى الكلمات اللي موجوده في lesson 4. يلا بينا. اول كلمه معايا في lesson 4 هي حيوان اليف اللي انا قلت لك في اول الليسن، اسمها pet. So I have a pet. انا عندي حيوان اليف. Do you have a pet؟ انت عندك حيوان اليف؟ pet. عندي بقى كده الارنب اسمه rabbit. بص الار rabbit. لو انت محتاج اي حاجه فبتقول I need والحاجه اللي انت محتاجها. لو انت محتاج ميه بتقول I need water. محتاج موز قول I need bananas. محتاج تفاح قول I need apples. محتاج قلم قول I need a pen. يبقى need يعني محتاج او يحتاج. كلمه طعام يعني food، وده الاكل اللي احنا بناكله. food. لما بنقول ان المنزل ده او البيت ده نضيف بنقول على كده clean house. كل حيوان في الغابة بيعيش في مأوى او في مكان هو ده اللي بيعيش فيه، بنقول عليه كده shelter. وده المكان اللي بيستخبى فيه بقى وقت الامطار او العواصف او كده، بنقول عليه كده بالعربي مأوى، لان ده المكان اللي بيأوي الحيوان. بنقول عليه ايه؟ shelter. اما النباتات بنقول عليها plants.
plants plants plants. والتربة اسمها soil 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 soil، دي التربة اللي بنزرع فيها النباتات. soil. ضوء الشمس بنقول عليه كده sunshine sunshine sunshine. كلمة تمطر أو تشتي أو كلمة مطر يعني اسمها rain. بص الار rain rain rain. يعطي يعني give. لو عايز أقول كل يوم اسمها every day، وخلي بالك every في مسافة أو space بعد كده day. every day. بعد كده بيديني الصورة دي بيقول this is my pet. ده الحيوان الأليف بتاعي، هو مربي أرنب. this is my pet. it's a rabbit. طب لو انت عندك حيوان أليف قطة فتقول this is my pet. it's a cat. طب لو كلب this is my pet. it's a dog أو it's a puppy أو it's أيا كان بقى الحيوان اللي انت مربيه. فكده بتقول it needs food and water every day. الحيوان الأليف ده بيحتاج علشان يعيش it needs food and water، مية وأكل. أي حد أي كائن حي في الدنيا محتاج مية وأكل عشان يعيش. يبقى it needs food and water every day. It needs a clean house، وكمان بيحتاج مكان نظيف أو بيت نظيف يقعد فيه. يبقى لو أنت عندك حيوان أليف هتقول عليه كده إيه؟ This is my dog أو this is my pet. It's a dog. It needs food and water every day. It needs food and water every day. It needs a clean house. يلا طبق ده لو أنت عندك برضو pet أو عندك حيوان أليف، قول لي نفس الكلام ده في الجروب بتاعنا علشان لما نيجي نعمل براكتس. طيب بعد كده مديني اكسرسايز لطيف قوي وصغنن قوي. بيقول لي كده what do animals need to live. ومديني 6 صور انا المفروض اختار منهم الحيوانات محتاجه ايه من ال6 صور دول عشان تعيش. طيب محتاجه فود، محتاجه اكل ولا لا؟ جاوب. فود، ايوه بغششك اهو. فود صح. محتاجه ايه كمان؟ water ميه، طبعا كل الحيوانات عايزه تشرب عشان تعيش. water يبقى food and water. shelter محتاجه shelter، محتاجه مأوى، محتاجه مكان تعيش فيه، صح. وايه كمان؟ sunshine محتاجه ضوء الشمس. no، اللي بيحتاج السانشاين هو البلانتس النباتات مش الانيمالز مش الحيوانات. محتاجه water ما احنا قلنا، بس هنا water هنا لما تشوف الصوره بتاعتها هتلاقيها بيكب ميه، دي مش بمعنى ميه، دي بمعنى يروي. ودي برضو البلانتس اللي عايزاها، مش احنا عايزين الوار اللي فوق اللي بتتشرب. طيب اخر حاجه السويل. ايه ده؟ الحيوانات الانيمالز محتاجه سويل عشان تعيش؟ نو. البلانتس. يبقى اللي فوق فود واتر شيلتر دول بيحتاجوا من الحيوان عشان يعيش، اما sunshine واتر وسويل دول بيحتاجوا من النبات علشان يعيش. بس كده يكون خلصنا ليسن 3 و 4. تعمل هوم ورك والاكسرسايز وتستعد عشان هستناك بقى في ليسون 5 and 6. باي. طيب ان شاء الله ده هيكون الكلاس السادس في الجرامر، وهنكمل فيه البريزنت سيمبل، نقفله بقى خالص النهارده. في الكلاس اللي فات واللي قبله قلنا ازاي نكون جمله بتحصل عموما، هو ان انا اجيب فاعل زي I او وي او هي او شي او ايا كان، وبعد كده احط الفيرب واشوفه بياخد اس ولا مش بياخد اس. زي مثلا eat هنا ما بتاخدش اس، زي هنا drive وهنا تاخد اس. I eat واحط اي حاجه بتتاكل مثلا oranges، ودي معناها ان انا باكل البرتقال عموما. I eat oranges، اديني واحده يا عم اكلها لك دلوقتي. لكن he drives مثلا cars، هو بيسوق العربيات، دي برضو معناها انه بيسوق عموما. عرفت منين؟ هنا شكل eat وهنا شكل drives، هو ده اللي عرفني ان دي جمله بتحصل عموما. وقلت كمان لو عاوز انفي الجملتين دول واقول اني مش باكل برتقال اصلا عادي، I eat oranges تبقى I don't eat oranges، دي تبقى معناها اني مش باكل البرتقال اصلا. انت بتعزم عليا ليه؟ ما انت عارف انا ما بحبهوش. اما he drives cars، لو عايز اقول هو ما بيسوقش عربيات اصلا فبقول he doesn't drive، صح، cars، هو مش بيسوق العربيات. وده كانت المحاضرة دي كانت المحاضرة الرابعة ودي كانت المحاضرة الخامسة. ان شاء الله في الكلاس بقى بتاع النهاردة هعلمك تسأل مرة سؤال بهل، سؤال اجابته ولا لا، والسؤال التاني هيبقى سؤال بأداة استفهام. ركز بقى معايا عشان الموضوع ده خطير للغاية. بص يا سيدي، مش انت لو جت جملة بتقول مثلا they eat pizza، صح؟ الجملة دي على فكرة
كلمة eat كده بحد ذاتها جواها do eat، بس الأجانب قالوا لك بدل ما نقول do eat هنخليها eat بس، وكلمة eats جواها كده بحد ذاتها does، فبقت does eat. فبدل ما تبقى does eat خدوا الاس دي حطوها هنا وشالوا ايه ده بس معلومة بيني وبينك يعني. فالجملة اللي كده اللي هي they eat pizza دي معناها اصلا كان اصلها they do eat pizza، اتفقنا؟ ودي معناها ان هم بياكلوا بيتزا عموما. واللي بيستخدم do يعني they do eat pizza دلوقتي بيستخدموها عشان لما يحبوا ياكدوا على حاجه. ما علينا بالكلام ده كله. انت عايز تقول يا مستر لو انا عندي الجمله دي وعايز اقول هل هم بياكلوا بيتزا اصلا؟ يعني انا ماشي انا عازمهم وجايب بيتزا، هم بيحبوا البيتزا بقى؟ طب عايز اسال السؤال ده اقول ايه هنا؟ بس do they eat pizza؟ كل اللي انا عملته ايه؟ بص حطيت هنا دو وحطيت هنا علامه استفهام بس. do they eat pizza؟ هم بيحبوا البيتزا اصلا؟ طب لو انت عندك جمله بتقول كده مثلا she sings every day، هي بتغني كل يوم. لو انا عايز اقول هل هي بتغني كل يوم بالراحه، شي بتاخد دو ولا داز؟ تاخد داز، حط لي داز في الاول كابيتال كده، وتيجي عند السينج تشيل منها الاس. ما هو يا اما اس يا اما داز، الاثنين مع بعض ما ينفعش، الاثنين مع بعض ما ينفعش. داز شي سينج افري داي؟ بقى سؤال معناه هل هي بتعمل الحاجه الفلانيه كل يوم؟ طب انا عايز اقول مثلا يلا هو انت بتلبس قمصان؟ انت يعني يو بتاخد do you يلبس يعني wear، do you wear قمصان يعني shirts. خلصت. هو انت بتسوق؟ do you drive؟ ثبت يا باشا do you حط اي فعل انت عايزه. do you eat pizza؟ do you eat oranges؟ do you drink milk؟ do you cry؟ do you sing؟ طب مش عاجباك do خليها does يا سيدي، بس يو خليها she او he، وحط اي فعل انت عايزه. يلا does he drink milk؟ هو بيشرب اللبن اصلا. does he sleep early؟ هو بينام بدري اصلا. does he sleep early؟ خلصت. هنا في ايه؟ خلاص ثبتها do you do they do اي حاجه بتاخد مع do we you they. طيب لو عايز تستخدم does يبقى does he does she does it، وتعمل اي سؤال يعجبك مهما كان بيسأل على حاجه بتحصل عموما ولا لا. do you cry every day؟ هو انت بتعيط كل يوم؟ عايز اقول لحد هو انت بتاكل طماطم اصلا؟ do you eat tomatoes؟ طب بتاكل بطاطس؟ do you eat potatoes؟ طب بتاكل سمك؟ do you eat fish؟ دي معناها هو انت بتاكل السمك ده اصلا ولا لا؟ الاجابه do you eat fish؟ yes I do. no I don't. do you sing؟ yes I do. no I don't. does he eat pizza؟ yes he does. no he doesn't. خلصت. ده كان السؤال بأداة استفهام سوري السؤال بهل، سؤال اجابته او اجابته لا. طيب تعالى بقى نستخدم ادوات الاستفهام اللي انا علمتها لك قبل كده. يلا يا عم. عارف وات؟ اهي. استنى. عارف وات؟ اهي. عارفها. وير؟ اهي. وواي؟ اهي. وين؟ اهي. ايا كان اداه الاستفهام بقى حط لي بعديها على طول يا اما دو يا اما داز، يا اما دو يا اما داز، يا اما دو يا اما داز، يا اما دو يا اما داز. بص 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 اهو. طيب وبعدين يا مستر لو استخدمت دو حط حاجه بتاخد دو زي يو او they. لو استخدمت داز حط اي حاجه بتاخد داز زي هي او شي، يو هي يو هي يو هي. بص انا هعمل لك 8 جمل في ثواني وحط اي فيرب انت عايزه، اي فعل. what do you eat؟
انت بتاكل ايه عموما؟ What does he play؟ هو بيلعب ايه عموما؟ الله. طيب where do you sleep؟ انت بتنام فين عموما؟ Where does he eat؟ هو بياكل فين عموما؟ خلصت. طب اللي بعدها why do you cry؟ انت بتعيط ليه عموما؟ طيب اللي بعدها why does he cry؟ هو بيعيط ليه عموما؟ خلصت. طيب اللي بعدها when do you sleep؟ انت بتنام امتى عموما؟ طب واللي بعدها when does he wake up؟ هو بيصحى امتى عموما؟ ايه ده؟ معقول؟ 8 جمل 8 اسئله في ثواني كده؟ والله. طب تعرف انك لو شلت اداه الاستفهام تعمل سؤال بهل؟ do you eat؟ هو انت بتاكل عموما؟ ها does he play؟ هو بيلعب عموما؟ ها do you sleep؟ هو انت بتنام عموما؟ تخيل موضوع بسيط جدا 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 جدا. يلا عايز تعمل اي جمله في عموما حط اداه استفهام انت عايزها. عايز احط how، هتستخدم يو ولا they ولا هي ولا شي؟ والله مثلا هستخدم شي اهي، يبقى هتحط لي هنا ايه؟ دو. امال does اهي how does she. حط اي فعل انت حافظه، اي verb اي verb. how does she eat؟ هي بتاكل ازاي؟ والله بتاكل بالشوكه والسكينه. how does she drive؟ هي بتسوق ازاي؟ والله بتسوق بسرعه. how does she write؟ هي بتكتب ازاي؟ والله بتكتب بايديها اليمين او بايديها الشمال. خلاص الموضوع بقى بسيط جدا. اهم حاجه اداه الاستفهام، بعدها دو او داز، بعدها الشخص اللي هيجي على حسب دو او داز، بعدها الفيرب اللي انت حافظه. وبكده نكون خلصنا كلاس نمبر 6. تعمل الهوم ورك بتاعك والبراكتس صح، وتيجي على جروب فولوينج اب وتستناني في الكلاس اللي بعد كده. باي.